الحديث الآن مشاهدينا الكرام عن ديربي إيطاليا. سأبدأ مع الكابتن خالد. سأبدأ بتصريح للعملاق بوفون، قال بأن اليوفي يحترم الإنتر أولا ويخاف الإنتر أيضا. هناك ربما من يتساءل كابتن خالد لماذا بوفون يقول بأن اليوفي يخشى الإنتر، خصوصا الإنتر بهذه المجموعة، لكن بوفون برر ذلك بأن الإنتر أولا يملك مدرب يعرف جيدا كيف يعد اللاعبين للمواجهات الكبيرة، والإنتر سيكون مزعج ليس في مباراة ديربي إيطاليا فقط بل في كل المباريات التي يواجه فيها فرق كبيرة. يعني مش عاوز اقول ان هو تصريح تخديري بالنسبه للعيبه الانتر، بس اعتقد ان بوفون محق في كلامه، وخاصه المباراه الاخيره للانتر مع ماتزاري بدايه من مباراه اليوفنتوس اللي كانت بتلعب في امريكا، المباراه الوديه او الكوبا تيم على ما اعتقد. الانتر لم يصب مرماه بهدف. هاندانوفيتش حتى الان 9 مباريات لم يدخل مرماه هدف، حتى في مباريات المنتخب. اعتقد ان ده سلاح ممتاز جدا يمتلكه نادي اليوفنتوس برضه بجان لويجي بوفون. ولكن اعتقد ان زي ما انت قلت، حته ان ماتزاري بيتعامل نفسيا مع اللاعبين بشكل رائع، قدر يطور من شكل الانتر في النواحي الهجوميه، يطور من شكل الانتر في النواحي الدفاعيه في اخر مباراتين في الدوري. يعني ده كله دليل قاطع ان النادي الانتر ماشي على الطريق السليم، بالاضافه طبعا لاستخدامه لطريقه 3-5-2 اللي كان الانتر يمكن لعب بكل الطرق الموسم الماضي مع ستراما. بس اعتقد ان ماتزاري نجح في اعطاء نواحي نفسيه عاليه جدا اذا كان لجوناثان او ناجاتومو، ودول واضحين في شكل واداء. يعني اعتقد ان بوفون محق في كلامه سليم 100%، انه فعلا بيحترم الانتر. الانتر عنده حاجه مش موجوده في انديه القمه كلها اللي بتلعب على دوري ابطال اوروبا والايورو ليج، ان هو الوحيد ما بيلعبش غير في الدوري هذا الموسم. فدي ممكن تدي مساحه وراحه حقيقيه لماتزاري انه العمل اكتر مع اللعيبه، الاهتمام اكتر باللعيبه، اللعيبه متواجده معاه طوال الاسبوع، على عكس اليوفنتوس المشارك في دوري ابطال اوروبا. نفس الموضوع ميلان، فيورنتينا، كل دي امور ممكن تاثر على المستوى الفني والبدني. اعتقد كمان ان يمكن بوفون قال ان الانتر بيفكرني باول سنه لفريقه ليفنتوس مع انطونيو كونتي، وده دليل قاطع للانتر في الوقت الحالي كمستوى اداء تكتيكي، نواحي دفاعيه عاليه جدا، مستوى هجومي، صناعه لعب ممتازه، واضح من اخر مباراتين وتحديدا مباراه كاتانيا.